السلام عليكم، معكم الشيف بنين. حلقة اليوم ماشي بحال أي حلقة غادي تقدروا تلقاو الفيديو نتاعها في اليوتيوب. حلقة اليوم غادي نهضروا على البيتزا بالطريقة الصحيحة. يمكن غادي نلقاو فيديوهات كيهضروا على الطرق ديال كيفاش نحضروا البيتزا والصلصة ديالها، ولكن أنا غادي نعطيكم الطريقة والوصفة المعتمدة في المطاعم العالمية، وغادي نشوفوا كاع الأسرار ديالها، وغادي نقدموا زوج أنواع ديال البيتزا. أول حاجة غادي نصاوبوا العجينه لاباط ديال البيتزا، من بعدها غادي نصاوبوا لاصوص طوماط، ومن بعد غادي نقارنيوها بواحد زوج انواع ديال البيتزا. غادي تشوفوا معايا داك الشيء ايطاب باغ ايطاب، وان شاء الله الا جربتوها غادي تنجح معكم. وحتى الناس اللي عندهم المطاعم وكيتشكاو من البيتزا ديالهم يقدروا يستعملوا هاد لاباط والصوص طوماط، ومتاكد غادي تجيهم واعره. غادي نمشيو نشوفوا تحضير عجينه البيتزا، ومن بعد نرجعوا نشوفوا لاصوص طوماط. غادي نشوفوا العجينه نتاع البيتزا الايطاليه، يعني العجينه الاصليه، ماشي ديك العجينه اللي كنشوفوا في اليوتيوب انه كتزيد فيها الحليب ولا تزيد فيها الزعتر، ولا العجينه المعتمده في ايطاليا. غادي نشوفوا المكونات وهما ساهلين وبساط. عندنا الفرينه والماء، الزيت العاديه وزيت الزيتون، عندنا الملح والخماره معجون. غادي نبداو اول حاجه اننا غادي نشدوا الفرينه، غادي نهودوها كلها هنا، وغادي نديروا معها الملح. غادي المقادير كاملين غادي تلقاهم في صندوق الوصف. درنا الملح هنا في هذه اللحظه اللي درنا الملح والفرينه، غادي نديروا واحد التخليطه غير باش داك الملح يتفرق مع الفرينه، وغادي نجيبوا الماء وغادي نخويو الكميه كامله اللي غادي تلقاوها، وغادي نخلي غير واحد شويه في التالي. غادي نخلي قدنا هكا ديال الماء. وشنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه هذيك الخماره معجون، نديرها هنايا ونخليها تذوب على خاطرها. صافي غادي نخلطوها، نخليوها تذوب، نحركوها هنايا حتى تذوب بلاتي، وغادي نوليو نستعملوها. وغادي نبداو نخلطوا العجينه ديالنا، الفرينه مع الماء. في الاول غادي نستعملوا شي حاجه بحال هذه اليد ديال اللوح، نخدموا بها هكا حتى تنسجم، عاد نخدموا يدينا. هنا ديك الخماره ديالنا اللي درناها في الماء ها هي دابت، نهودوها في الفرينه ديالنا ونكملوا العجين ديالنا. هاي بدات كتجمع، غادي نزيدوا فيها الزيت العاديه ديال الطياب، وغادي نشوفوا حتى راه واخا غادي نعطيكم المقادير ديال الماء اللي كنديروا مع الفرينه راه كيختلف من فرينه لفرينه. تقدر وحده تلقاوها تشرب بزاف ديال الماء، وتلقاو فرينه اخرى ما تشربش بزاف تاع الماء، يعني نتوما ديما عينكم ميزانكم. صافي هنا شفناها بدات بحال اللي تجمعت، غادي نكملوا العجين باليد. نجمعوا كاع داك الفرينه اللي في الجناب ونحاولوا ندخلوها مع العجينه الاخرى مزيانه. في هذه اللحظه غادي نزيد زيت الزيتون اللي كانت باقيه، نخلي واحد شويه. هاهي العجينه ديالنا من زدنا زيت الزيتون بدات كتنطلق، غادي نهودوها دركي على الرخامه ونزيدو نعجنوها باليد. هاهي بدات العجينه ديالنا كتجمع، نعطيوها واحد 10 دقائق ديال الدليك هكا. صافي العجينه ديالنا نشوفوها هي تجمعت ولا تسوب وانسجمت مزيان. في هذه اللحظه غادي نبداو نجمعوها بهذه الطريقه، نديروا منها واحد الكره كما كنشوفوا هكا، نجمعوها هكا. وغادي نجيبوا شي حاجه اللي تكون مغطيه ونديروها فيها ونخليوها تخمر واحد نص ساعه. نديروها هنايا. قبل غادي نديروا شويه ديال الفرينه، ونزيدوا ديك زيت الزيتون اللي كانت باقيه اللي قلنا نخليوها حتى للتالي، نزيدوها من الفوق بحال هكا. صافي نبلعوا عليها ونخليوها تخمر نص ساعه. في هذه الوقيته اللي درنا العجينه ديالنا تخمر، غادي نمشيو نخليوها نص ساعه، وغادي نمشيو نشوفوا لاصوص طوماط كيفاش غادي نديرو نوجدوها. لاصوص طوماط ديال اليوم سهله وهي كلاسيكيه. غادي نحتاجوا المطيشه، الثوم والبصله، غادي نحتاجوا طرخون،
هي كتمشي في الحقيقه بالحبق. انايا غير ابتكار ديالي انه غادي نديرو فيها الطرخون وغادي تجي واعره، لحقاش انا سبق لي صاوبتها بالطرخون وعجبتني. وغادي نحتاج شويه زبده، فلفله حمراء، بصله بودر، وغادي نحتاجو الفلفله كحله والسنيده وشويه ديال الملح. غادي نمشيو درك نديرو المطيشه ديالنا تسلق، وقبل ما غادي نسلقوها غادي نشدو المطيشه ديالنا اللي سبقنا غسلناها وغادي نشرطوها. غادي نديرو فيها بحال كروه هكا بحال الزائد من الفوق بالعكس ديال هاد البلاصه. هاد الطريقه اللي كنشوفوا اننا كنشرطوها هكا بحال الزائد في الوسط هي غير باش من غادي نسلقوها ونبغيو في التالي نقشروها غادي تجي ساهله التقشير وغادي بوحدها نشوفها كتقشر معنا. اذا هذه اخر حبه وغادي نمشيو نديوها تسلق. هنا درت واحد الماء يسخن، وقبل ما يبدي يعني يغلى مزيان غادي نرميو فيه المطيشه ديالنا. وفي هذا الوقيته اللي درنا المطيشه ديالنا تسلق انا راني مشيت درت الماء درته في كونجيلاتور خليته يبرد مزيان حتى يتكونجيلا، ولا اللي عندكم لي كلاصون باش في التالي فيه غادي نحطوا ديك المطيشه باش تجينا سهله اننا نقشروها. هنا كنشوفوا المطيشه ديالنا صافي تسلقت، غادي نطفيو عليها ونهزوها ونديروها في شي بول اخر. نصفيوها من داك الماء ديالها. وإلا لاحظنا هي من قطعناها هنايا هي بدات كتحل بوحدها. في هذه اللحظه غادي نزيدوا هذاك الماء اللي مكلاصي. احنا هنا كنريضوا لهذاك الطياب ديالها ما نخليوهاش تزيد تهرى اكثر، وغادي يعاوننا انه ديك القشره في الساعه طير منها. دركي غادي نبداو نقشروها وراها غتجينا ساهله. هانتوما غادي تحيد بوحدها. من بعد ما تسلقت المطيشه ديالنا وحيدنا لها هذيك الجلده ديالها اللي جات سهله اننا نحيدوها، غادي نقطعوها على 4 ولا على 5. المهم غادي نقطعوها طروفه بحال هكا كبار، وغادي نخليو ديك الزريعه ديالهم اللي في الوسط. غادي غير نقردوها بحال هاد الطريقه لحقاش مازال غادي نديوها طيب مع المكونات الاخرى ديال لاصوص طوماط. غادي نديو درك المطيشه ديالنا اللي قطعناها ونطيبوها مع المكونات الاخرى. اول حاجه غادي نديرو زيت الزيتون. غادي نكتب لكم القياس ديال زيت الزيتون شحال، وغادي نرميو فيه الثومه والبصله ونخليهم يتقلاو حتى يتبدل اللون ديالهم. غادي نقليهم حتى يتبدل اللون ديالهم. هنا راه حنا مجهدين لها واحد شويه البوطه باش تقلى معنا البصله. ها هي البصله هنا ديالنا والثوم شفناهم، ها هو اللون ديالهم تبدل، هما ولاو ذهبيين. صافي هذه هي الكولور اللي بغيناها. في هذه اللحظه قبل سمحوا لي غادي نشدو لاصوص طوماط كونسونطري. هذا الكونسونطري غادي من بعد نعطيكم الكميه ديالها شحال درنا، وغادي نقليوها مع البصله وسط زيت الزيتون. ها هي ديك لاصوص طوماط كونسونطري ديالنا طلقناها ونساجمتها وقليناها واحد شويه. في هذه اللحظه غادي نزيدو المطيشه ديالنا. وراه حنا منقصين في هذه اللحظه على البوطه، منقصين لها مزيان مع المطيشه. غادي نزيدو داك الطرخون ديالنا اللي قطعناه في هذه اللحظه ماشي حتى التالي. وغادي نزيدو لي زيرب دو بروفونس اللي ديجا صاوبناهم، والوصفه راني غادي نحطها في القناه. معلقه ديال لي زيرب دو بروفونس هادو كيغنيوني على الحبق، على ازير، على بزاف، على الزعتر، على الزعتره. 2 معالق صغار ما عمريش. نزيدو الثوم، عفوا البصله، نص معلقه صغيره.
وبابريكا فلفله حمراء 3 ديال المعالق صغار. نزيدو السنيده، هذا السكر الاسمر، تقدروا نتوما ديروا السنيده البيضاء العاديه، نديروا 2 معالق صغار السنيده باش تحيد الحموضه كما راكم عارفين. فلفله كحله نص معلقه. صافي هنايا غادي نحركو مزيان. وغادي نزيدو هنا شويه ديال الماء، غير داك الماء اللي درنا فيه الصوص طوماط راه كانت نقيه وغسلناها، غير هو واحد المغرفه بحال هكا. صافي من بعد ما زدنا لها شويه ديال الماء غادي نحركوها واحد التحريكه حتى نحسوا بها انسجمت مزيان. وديك الساعه غادي نبلعوا عليها وغادي نخليوها مفجه غير شويه ونقصي لها النار، نقصوا لها النار بزاف، نخليوها طيب على خاطرها. وبالنسبه انا غادي نبلع عليها غير بهذه الطريقه، نخليو غير واحد الفجه صغيره هنايا ونوليو لها من بعد واحد ربع ساعه. صافي هنايا نجبدوا العجينه ديالنا اللي كنا درناها تخمر قبيله واحد نص ساعه. في ديك الوقيته حنا كنا نوجدوا لاصوص طوماط. غادي نجيو نشوفوا هنا بلي الحجم ديالها الدوبل، ها هو. صافي في هذه اللحظه غادي نهزوها، نديرو شويه ديال الفرينه في بلون طرافاي. هنايا الصراحه كاينه طريقه اخرى ديال العجينه باش تخمر لكم مزيان، انا درتها غير نص ساعه حيت مزروبين. نورمالمون راه خصها تبقى حتى النهار كامل حتى الغد ليه، وديك الساعه تجبدوها وتبوليوها. حنا حيت ما عندناش الوقت درناها غير نص نهار، ولكن العجينه الاخرى من بعد غادي نوريكم هي اللي درتها نهار كامل وهي تخمر. هنا كنوليو نجمعوها بحال هذه الطريقه، نعاودو نكوروها من جديد. كنحسو هنا بالطبقه ديالها ولات ملسه، غير هي من كنا حطيناها غير بهذه الطريقه غادي نبقاو نجبدوها، تخليها بوحدها تجمع بهذه الطريقه حتى نحسو باللي هنا ديك الطبقه ديالها ولات ملسه. وغادي نردها عاوتاني تخمر واحد 10 دقائق، عاد ديك الساعه نقطعها. من بعد 10 دقائق غادي نرجعوا العجينه ديالنا نجبدوها نحطوها في البلون اللي غادي نديروا له الفرينه من قبل. كنشوفوها بانها هو الحجم ديالها زاد شويه ولات معنا ملسه ومرخيه مزيان هكا بغيناها. في هذه اللحظه غادي نجيبوا الميزان، وقلنا هذا القياس هذا خصنا نديرو غادي تعطينا 4 ديال البيتزات كبار، غادي نديرو 250 غرام. هنايا عندنا 250 غرام تقريبا كاملين فيهم 250 مزيان. صافي هنايا غادي نبديو نبوليوهم بهذه الطريقه، نجمعوهم من الفوق للتحت. تنحصلوا على كره مبلعه من التحت ومن الفوق مرونديه مزيان. غادي نبقاو حتى نكملوهم كاملين بربعه ونوليو نديروهم في شي طاوه ونغلفوهم ونخليهم ديك الساعه، نخليهم يخمروا واحد على الاقل واحد الساعه ولا ساعه ونص. نجيبوا الطاوه ديالنا نديروا شويه ديال الفرينه نسدو عليهم. صافي غادي نخليوهم درك في شي بلاصه ماشي في الثلاجه غير على برا، نخليوهم يخمروا واحد المده ديال ربع ساعه ونص ونوليو نشوفوهم. هنا كنشوفوا لاصوص طوماط ديالنا ما حركناهاش كاع قبيله، غادي عاد نبداو نحركوها درك. ها هي كنشوفوا ديك المطيشه ديالنا غير بوحدها ولات كتذوب ها، وغادي نزيد عاوتاني نقص لها ونخليها تطيب على خاطرها على نار مهيله المده ديال واحد 10 دقائق اخرى. هنا كنشوفوا باللي صافي راها انطحنت،
صافي نجيبو شي بول ونخويوها فيه. صافي نخليوها باش نديروها في البيتزا ديالنا. ومحيت فكرنا اننا نديرو زوج بيتزات بزوج ديال لي غارنيتور مختلفين، وحده غادي تكون بلا صوص بيتزا اللي صاوبناها، وحده غادي تكون بلا صوص بيستو اللي ديجا راه كاينه في واحد الوصفه قبل، وغادي تلقاو الرابط ديالها هنايا. غادي نشوفوا كل بيتزا غادي تكون مرافقاها صوص. البيتزا الاولى اللي غتكون بصوص طوماط غادي ترافقها على برا صوص فيرت، مايونيز فيرت هي هذه، واللي راه سبق حتى هي خدمناها وغادي تلقاو الوصفه نتاعها في الرابط. والبيتزا اللي غادي تكون بلا صوص بيستو غادي ترافقها هاد واحد لاصوص سميتها الطابونات، وهي الصراحه مبتكر يعني زايد عليها شي تعديلات وغادي تعجبكم بزاف ملي تجربوها. شنو فيها الطابونات ديالنا؟ فيها الزيتون، اللي الزيتون كحل اللي راه حنا حيدنا له العلف ديالو من قبل. عندنا لا موطارد، عندنا هنا الكورنيشو والكبار، وهاد البصله اللي كانت عندكم واحد البصله مرقده كتكون بحال الكورنيشو حتى هي مرقده كتجي حامضه بحالو، والثوم، وعندنا لي زونشوا. ومن بعد في التالي عندنا الروكفورت فرماج. اول حاجه غادي نديروها غادي نشدو داك الزيتون اللي حيدنا له العظم ديالو، كنهودو واحد الكميه، نزيدو لا موطارد. هنا لا موطارد اللي درناه هي لا موطارد الونسيان، ماشي ديك الصفراء اللي كتشوفوها عاديه، هذه كتكون تشوف فيها دوك الحبات ديال الموطارد باقيين، ومع غادي نطحنو غادي يعطيو واحد المذاق رائع. معلقه كبيره ديال لا موطارد، غادي نجيبو الكورنيشو ديالنا. من بعد ما قطعنا الكورنيشو غادي نديروه مع المكونات كاملين، نزيدو ديك البصله، هذه كتكون هكا ديك البصله مرقده صغيره، الا ما كانتش راه تقدروا تستغناو عليها. ونزيدو الكبار، الثوم، وغادي نزيدو زيت الزيتون باش تنطحن، وحتى التالي وغادي نزيدو لي زونشوا ديالنا والفرماج. من هنا كنشوفوا مزيان هذا القوام هو اللي بغيناه. غادي نزيدو في هذه اللحظه هذه، يعني في اخر لحظه غادي نزيدو لي زونشوا ديالنا، هما غادي يكونوا نزيدو فرماج روكفورت. اختاروا شي طرف بحال هذا هو الروكفورت اللي شفناه، كيكون فيه هاد البكتيريا هاد كيعطي واحد المذاق واعر. نزيدو عاد شويه، وغادي نطحنو عاوتاني من جديد. صافي هنا شوفوا النتيجه النهائيه، ها هو خرجنا بهذا القوام هذا هكا بغينا حتى حنا. من بعد ما صاوبنا الطابونات ديالنا غادي هذا هو اللي غادي يرافق البيتزا اللي غادي تكون مصاوبه بصوص بيستو، وقلنا البيتزا اللي مصاوبه بلا صوص طوماط غادي ترافقها هاد المايونيز فيرت، حتى هي راه قلنا كاينه الوصفه نتاعها. في هذه اللحظه هذه غادي نطاليو البيتزا وغادي نكارنيوها ونشوفوا النتيجه كي غادي تكون. من بعد ما فاتت واحد زوج سوايع ولا ثلاثه، انا خديتها 3 سوايع، هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها. البيتزا ديالنا اللي كنشوفوها هما، حطيناها في الفرينه. غادي تشوفوا معايا الطريقه، غادي نوريكم اسهل طريقه اللي غادي تقدروا تطريو بها البيتزا ديالكم. نزيد لها الفرينه من الفوق وغادي نشوفوا بهذه الطريقه. غادي نجيو هنايا نخليوها دير، هي ما تخافوش من العجينه ديال البيتزا، هي عاديه هكا. غادي نجي لهنا الجناب ونبقى يعني نبقى ندفع كما نقولوا ندفع العجينه لبرا. هاي بوحدها شفنا، هاي بوحدها بدات كتدريس. هنا كنجيبو كنطراسيو دوك الجناب مزيان بحال هكا. صافي في هاد اللحظه غادي نزيدو هنا شويه ديال الفرينه ونبديو ديك الساعه نبديو نحلوها هكا بهاد الطريقه.
ها هي صافي. هنا كنا حصلنا على البيتزا. غادي نجيب الشبكه اللي غادي نديرها فيها، وانتوما غادي الا كنتو غادي ديروها في شي صني راه من الاحسن ولا كان عندكم بحال هاد الشباكي هادو، حيت كيدخلوا النار يدخلوا الحراره من التحت وما كيخليوش الكونتاكت ديريكت مع الرخام. الا كان عندكم بحال هادو مزيان، ما كانش ديروها في شي صينيه ديالكم. صافي هنايا هاي البيتزا ديالنا، نجيو نحطوها. من بعد ما طرينا لاباط بيتزا ديالنا درنا حنا زوج، وجدنا زوج فيهم 250 غرام، عطاونا هذا الحجم هذا الكبير. غادي وحده نديروها بلا صوص بيستو وحده بصوص طوماط. غادي نشوفوا اول وحده بصوص طوماط، نديروا كميه ديال لاصوص طوماط. الزوجه غادي نديروها بلا صوص بيستو، شوفوا القدر اللي بغينا. هاي صوص بيستو وزعناها على البيتزا كامله، والجناب خليناهم. غادي نجيو البيتزا الاولى اللي درنا فيها لاصوص بيستو موتزاريلا، نديرو كميه مزيانه ديال الموتزاريلا. حتى هو غير الجناب ما نقيسوهوش. صافي هذه كميه مزيانه. غادي نشدو لي زونشوا ديالنا، غادي نبداو نحطو لي زونشوا ديالنا بحال هاد الطريقه هذه. من بعد ما درنا لي زونشوا ديالنا غادي نشدو السومو، وحتى هو غادي نقطعوه بواحد الطريقه، نقطعوها في النص، غادي نقطعوها هكا. نحطوها بهاد الطريقه. غادي نزيدو لها شويه ديال الفخوماج روكفورت، ما نكتروش حيت هو مجهد، ونزيدو في التزيين شويه ديال البصله بهذا الشكل. نزيدو المطيشه بحال هادي، طوماط سوريز نقطعوها في النص على زوج. واحد السيترون في الوسط بحال هكا. السيترون غادي نقطعوه رقيق هكا باش ديك الساعه راه الا طاب تقدروا تاكلوه، كتولي فيه مذاق زوين. وغادي نزيدو شويه ديال السيبولات، نزيدو شويه ديال الفرomاج روج من فوق، هاي شويه بحال هكا، والفرomاج كريير ضروري. غادي تكون هنا البيتزا ديالنا الاولى صافي وجدت. غادي ندخلوها للفران. قبل ما ندخلوها للفران غادي نصاوبوا البيتزا الزوجه. صافي هاد الكميه متكتروش بزاف. وغادي نزيدو هنا عندنا السيبيا، درنا السيبيا جبناها فري يعني ماشي كونجلي، وكنت غسلتها. غادي نقطعها دي لاميل يكونوا رقاق باش في الساعه يدخلها الطياب. ما غاديش يحتاج نسلقها قبل الا كنت مقطعها رقيقه. هنا من بعد ما قطعنا السيبيا ديالنا هكا صغار ديال لاميل، غادي نجيو وندريسيوهم. ويبقى لنا ليمون، هذا بلح البحر تا هو راه منقي ومغسول ومقشر.
وماشي بالضروره ديروا هاد المكونات اللي كنديروا حنا الاساس ديالنا هي هاد لاباز ديال البيتزا، يعني لاصوص طوماط والفرomاج ولا بات بيتزا، والمكونات نتوما تحكموا فيها. في التالي غادي نزيدوا هاد لي كروفيت رويال، غادي نقشروهم ونزيدوهم تما. ها هنا قشرنا لي كروفيت ديالنا وخلينا شويه للتزيين. غادي هاد الكروفيت ديالنا راكم عارفين كيكون فيه هنا واحد العرق، ها هو الا كتشوفوه كيكون فيه الرمله، ضروري ما تحيدوه. صافي من بعد ما قلعنا له داك العرق اللي قلنا كيكون فيه الوسخ ديالو فيه الرمله، نجيو نصطفوا هاد الحبيبات ديال الكروفيت بحال هكا. وهادو اللي باقيين عندنا هنا نخليهم للتزيين. وتقدروا نتوما تستعملوا الشامبينيون العادي، يعني كنقول لكم الكارنيتير راه اي حاجه متوفره تقدروا ديرها، والا درتوها بهذه الطريقه راه غادي تجيكم شي حاجه رائعه. هنا غادي نقطعوه رقيق بهذا الشكل هذا. غادي نديو حتى هو نستوه البلاصه اللي بانت لنا خاويه نديرو فيها الشامبينيون. صافي هنا كملنا الدريساج ديال البيتزا اللي درناها بلا باس صوص طوماط والفرويد مار. غادي نزيدو فيها حتى هي من الفوق فروماج روج واحد شويه، والبارميزان، فروماج بارميزان ضروري. صافي هنا من بعد ما كملنا الكارنيتور ديال الصوص ديال البيتزا اللي قلنا بصوص بيستو وصاوبنا لها طابونات ديالها اللي غادي ترافقها، عاوتاني عندنا هنايا البيتزا بلاصوص طوماط فرويد مار، وهي عاوتاني كترافقها هاد لاصوص فيرت مايونيز فيرت. بقات لنا اخر حاجه هي غادي ندخلوها طيب في الفران اللي ديجا راني مسخنو، وغادي نوليو ان شاء الله نشوفوا النتيجه النهائيه. ندخلوها الفران البيتزا الاولى اللي بصوص بيستو، البيتزا الزاج صوص طوماط فرويد مار، ونخليوه يطيب هنايا حيت الفران سخون على 380 دوغري. انا ما غاديش نفوت فيه 4 دقائق، وانتم في الدار كل واحد راه حافظ الفران ديالو وعارف كيفاش غادي يدير يطيب. غادي نوليو نشوفوا النتيجه النهائيه. هنا كنشوفوا البيتزا ديالنا هما دوك الجناب ديالها بداو كينفخوا، غادي ندوروهم واحد شويه بحال هكا وهذا الربطه بقات لهم 2 دقائق ونخرجهم للفران. هنا بعد ما طابت البيتزا ديالنا وخرجناها من الفران غادي تبقى اخر حاجه هي واحد التزيين خفيف. كما كنشوفوا هذه البيتزا ديال الفرويد مار غادي نزيدوا لها في التزيين واحد شويه ديال الرباع بحال هكا، وواحد شويه ديال لي زاموند ايفيلي اللوز صافي. وهذه غادي نزيدوها شويه ديال الطحالب ديال البحر بهذا الشكل هذا، وغادي تكون البيتزا ديالنا هذه قلنا الفرويد مار اللي بلا باز صوص طوماط، وهذه اللي بلا باز ديال بيستو. غادي تكون هذه هي النتيجه النهائيه ونتمنى تعجبكم. قرب هنا شوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، وريهم ديال بيستو. اذا نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، وما تنساوش ديروا جيم وابوني كيف ديما، ومازال باقيين وصفات اخرى احسن. شكرا، كان معكم الشيف بنين. Delle belle turbando al riposo, non ci sento a tucino d'amor.